ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ستشارك بأدب أم ستسب وتلعن؟ بأدب واحترام. أنا ما سبيت، ما أسب، لا لا لا، ما أسب طب أحد. حياك الله. فعلا الإمام علي قال لا تكونوا سبابين، صح؟ صح. طيب ده في الشيعة الله سبحانه وتعالى يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأبي عبد الله كذبا عليه ينقل محمد بن يعقوب الكليني أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فأنت بعقلك وبتحكيمك أيها الشيعي للقرآن الكريم تأخذ بهذا أم تأخذ بالرواية؟ تفضل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هل هذا علم غيب أم كلام في الهواء؟ ما هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، واخبر النبي بالمهدي، واخبر بالمسيح الدجال، واخبر بعلامات يوم القيامه، واخبر باشياء كثيره، وهذا من الغيب النسبي الذي اطلع الله تبارك وتعالى رسله عليه. الغيب النسبي يطلع بعض الرسل على الغيب اللي هو الغيب النسبي من اجل ان تثبت حجتهم، وضربت امثله كثيره في اول حلقه فلا داعي لذكر هذا. لكن الغيب ان النبي يعلمه، لا، النبي لا يعلم ما في السماوات وما في الارض. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ايه في القران تاخد بالايه ديت، والايه الثانيه ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ولا اعلم الغيب. الرسول يعلم الغيب بعلم طب ازاي بقى انت بتقول الرسول يعلم الغيب وانا بقول لك الرسول يقول ولا اعلم الغيب، والايه الثانيه ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. مس النبي صلى الله عليه وسلم السوء في يوم احد وفي غيره، اما قذفوه بالحجاره وهو ذاهب الى الطائف، وفي احد اما شج راسه وكسرت رباعيته بابيه وامي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه واله وسلم. فهو لو كان يعلم الغيب ما كانش واقف في هذا الموقف، كان رجع او كان ذهب في مكان اخر او ما شابه ذلك. برضه هتصر. بالله عليك شغل مخك لو دقيقة واحدة بس، بالله عليك بالله عليك أرجوك شغل عقلك دقيقة واحدة. القرآن هو بيقول إن النبي لا يعلم الغيب. أنت الآن اتطرقت أنه الرسول انصاب، أما إذا كان رسول الله لا يصاب فما تكمل الرسالة. هاي أمور ربانية في برضه لازم يحط عقله. طيب خلينا نمشي معاك. هل الرسالة كملت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجب. لا أجبني بس عشان نبقى ماشيين واحدة واحدة مع بعض، عشان اتصالات كثيرة الآن أمامي. هل النبي كملت رسالته؟ تمام. النبي كملت رسالته؟ بالقرآن اليوم أتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. لكن في آخر أيام الرسول قال: أأتوني بكتاب لأكتب لكم. ورفضوا يأتوا بالكتاب وقالوا يهجر وحاجات. كل يوم بنتكلم عن رزيات الخميس وبنرد عليكم. بس أنا بس سؤالي هنا معلش، هل الدين كمل ولا لم يكمل؟ والله إذا أنت تسأل سراب أنت وياها من تفتح كام قلها الدين كمل ولا ما يكملش. طيب ممكن هرد عليك في النقطة دي برضه، بس الدين كمل ولا ما كملش؟ بدأ يتحرك الشيعة، بص الشياطين بدأت تشتغل معاه. الدين كمل؟ لا لا ما كملش. يعني اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين ولا لم يكمل؟ كمل الدين بس ما كمل الدين. جميل. إذا كمل الدين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا بإمامة أمير المؤمنين علي؟ كمل الدين بس ما كملت الرسالة. يعني رسالة النبي لم تكمل؟ لم تكمل. هتكمل متى؟ ولا استنى بس يخرب بيتك، يعني رسالة النبي مش كاملة الآن؟ وإلا ايه بس انت هتوقع لنا هنا؟ روح وقع عند امك في البيت. رسالة النبي يا واقح لم تكمل إلى الآن. شفتم يا سبابة يا أتباع فاحص الزينبيات علاء المهدوي اللي بيضحك عليكم وبيبعتكم عشان تسبوا وتلعنوا؟ طعنتم في النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هتتعنوا فينا احنا أهل السنة والجماعة. هل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكمل؟ الدين كمل بس رسالة النبي ناقصة. امال مين اللي هيكمل رسالة النبي بقى؟ ايه يا عم انت هتتحول ولا ايه؟ هتقلب على هتتسخط ولا ايه؟ مين اللي هيكمل رسالة النبي؟ قول لنا. الإمام علي ولا الأئمة؟ ما هو الإمام علي مات والرسالة لسه ناقصة، صح؟ إمام الحجة؟
الحجة انت، ما الحجة بتاعك غايب بقاله 1200 سنة. الناس اللي بتموت بيموتوا على رسالة ناقصة يا غبي. أعوذ بالله من هذه الديانة الوثنية. دول هؤلاء طلبة الحوزة، أتباع علاء المهدوي وأتباع هؤلاء الزنادقة اللي بيطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، داخلين للسب والطعن واللعن فقط. النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم. اللهم بلغت، ألا هل بلغت؟ قالوا بلغ. اللهم فشل، بلغ وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ده الفرق بين معتقد دين الإسلام ودين الإمامية الاثنى عشرية. دين الإسلام دين كامل الدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضح وبين ولم يترك. حتى الصحابة يقول لهم حتى الفسوة والخراء النبي ما تركش شيء. علمنا حينما ندخل إلى الخلاء ماذا نقول، نخرج من الخلاء ماذا نقول، حينما نأكل ماذا نقول، حينما ننام ماذا نقول، حينما نشرب ماذا نقول، حينما نركب الدابة ماذا نقول، حينما ندخل إلى بيوتنا ماذا نقول، حينما نخرج من البيت ماذا نقول، حينما نصعد، حينما ننزل، حينما ندخل إلى المسجد ماذا نقول، حينما نخرج من المسجد بعد الصلاة قبل الصلاة السنة. لم يترك لنا شيء إلا بينه. لكن أتباع المراجع والمعممين عبدة الهياكل العظمية هؤلاء يزعمون أن الدين لم يكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين. نعوذ بالله من دين الوثنية، دين الإمامية الاثنى عشرية. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.